الضربة هنايا صارت فوضى تاع التذاكر من ايه، ضربوهم ماتوا الله يرحمهم، ضربوهم لابوليس اللي ضربوهم بزوج. انا جيت من تبصه هاي ديك لاكارت تبصه، لقيت زوز ماتوا قدامي، واحد طاح من فوق، واحد ضربوه لابوليس، واحد مشرع ليبي، ما كان حتى واحد هز ليبي غير الدوله بيناتهم يبيعوا فيهم، ما كان حتى شيء. زوز ماتوا قدامي يا خويا، شفنا الناس كل الشعب كله روى على باله باللي راهم ليبيين بيناتهم قاعدين يفرقوا فيهم، واحد ما هز ليبي. ذاك السنه باعت، شوف 10,000 داها العسكر، و2000 داتها نجمه، و1000 داها الشعب الجزائري، والكوطه كاع اللي بقات داها الام راه يبيع فيها ب 200,000 مارشي نوار. بان ندخل الاستاد بان نتفرج بارتيه تاع الجيري، ضربوني الامن الوطني. مدينه الشاتيكي راهم يدوا تكيات غير ما بيناتهم، هنايا غير لابوليس والحمايه وكاع مدابزين حتى في بعضهم بات. موتة انا شفتهم بعيني يا خويا، واحد 60 بليسي من 14 الصباح داير لاشان لا فان كونت التيكيات يدوهم غير الدوله ويبيعوهم مارشينو. في الوقت الذي يزداد فيه تدفق المناصرين على ملعب مصطفى تشاكير بالبليدة تحسبا لمباراة الجزائر بوركينا فاسو، ومع الساعات الأولى للشروع في عملية بيع التذاكر، تسجل مأساة جديدة في واحد من أبرز المواعيد الرياضية لدى الجزائريين. حالات تدفع رغبة في الحصول على تذاكر المباراة المؤهلة لمونديال البرازيل تسفر عن إصابة نحو 48 مناصرا بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقل المصابين على إثرها إلى مستشفى فرانس فانون للمصابين على مستوى الرأس ومستشفى فروجة بولاد عيش، بينما تتحدث الأوساط الشعبية حسب ما لمسناه أثناء اقترابنا من المناصرين اليوم وجود حالات وفاة لم يتم تأكيدها من طرف الجهات المختصة. وإن كانت الأسباب والنتائج التي وصلنا إليها اليوم لابد من الإشارة إلى أن هذا الحادث المأساوي يأتي بعد أسابيع قليلة من آخر وقع في ملعب 5 جويليا، خلف سقوط قتيلين أثناء سقوطهما من داخل مدرجات الملعب، ما أثار حالة من الغضب وجعل الحديث يرتكز بشكل أكبر على المنشآت الرياضية ومدى صلاحيتها وقدرتها على استيعاب هذه الأمواج البشرية في مثل هذه المناسبات، حيث يتساءل اليوم الكثيرون كيف يمكن أن يحتضن ملعب مصطفى تشاكير مباراة من هذا الحجم.